طبعا دلوقتي عملنا نقعنا الملوخية في مية وخل لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق. طبعا أي خضار بيتعمل كده. هو ثانيا نشفناه، حطيته في مصفى التنشيف، وبعد كده أقول لك على السر اللي يحافظ على الملوخية ويخليها خضرة حتى لو قعدت لتاني يوم. السر فيه معلقة صغيرة من الكربوناتو. ايوه الكربوناتو، ما تقلقيش، ربع معلقة صغيرة كده، ومعلقة سكر صغيرة، وانت بتخرطي بقى الملوخية. وطبعا زي ما احنا متعودين، احلى حاجة الملوخية، ولا تقولي لي كبة ولا تقولي لي كيس، بالمخرطة. وهنخرط بقى الملوخية كده. اقفل الفيديو بس عشان ما اطولش عليكم، اخرطها وارجع لكم تاني. هقول لك السر لتسويه اللحمه في وقت قياسي جدا. اول حاجه احنا غلينا الميه، وهنحط البوكيه جرنيه، اللي هو عباره عن بصل وطماطم وجزر وثوم. وهنحط كمان فلفل اسمر حبه عشان ما يسمرش الشوربه، وورق راولي. لو عندك بقى حبهان، عندك مستكه، بتدي طعم لذيذ للشوربه. وهقول لك على المكون السر في تسويه اللحمه في وقت قياسي، الا وهو نوى البلح. ايوه نوى البلح، والله العظيم بيخلي اللحمه مهما كانت كبيره تستوي في لمح البصل. يعني لو وقت التسويه مثلا ساعه، ده بيخفضها لنا للنص. هنحط ادي 3 نوايا، ونحطها تغلي عشان خاطر نسقط فيها اللحم. ادي الميه غليت، ونبدا بقى نسقط اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه تبقى درجه الحراره عاليه، بعد كده نهديها، وخد احلى لحمه وبألف هنا وشفا. بصوا يا جماعه، بصوا ما كملتش نص ساعه، والله اللهم تبارك، بسم الله ما شاء الله. بصوا سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اتفتت ازاي، مش مستحمله. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليها. مش مستحمله، دايبه دوب. شايفين؟ مش مستحمله والله. اهي شايفين؟ الله اكبر، الف هنا وشفا. نعمل بقى طشه الملوخيه. ادي الثوم، ونحطها بقى في سمنه بلدي او اي سمنه موجوده عندك، بس يعني السمنه البلدي بتديها نكهه حلوه. وهنحط عليها برضو مكعب مرق الدجاج عشان تكسبوا طعم. وندي بقى التومه تصفيره كده. نقلب بقى التومه باستمرار عشان نتاكد برضو ان التومه خدت لون. وبعد كده ننزل بالكزبره الناشفه لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. عايزه بقى تخففيها تقليها براحتك، احنا بنحبها تقيله شويه. الحركه دي بقى بتدخل الهواء في الملوخيه
على قد ما تقدري. دي حركة المحلات بقى والمطاعم. يا دوبك تاخد ايه غلوة بسيطة وايه مطفيين عليها. وده كان غدا النهارده، وبألف هنا وشفا. اتفضلوا معانا.